من يومين استوقفني موضوع ان طالبة عدلت في الرغبات بتاعت زميلتها. يا ترى ايه اللي يخلي واحدة في سنها ممكن تعمل حاجة زي كده؟ ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ سمعت عن الموضوع بتاع الطالبة اللي غيرت في الرغبات بتاعت صديقتها علشان تمنعها من ان هي تخش كلية الطب. الفكرة هنا بتبقى في الدوافع اللي ممكن تخلي واحد يعمل كده. دوافع ممكن نتفق عليها او نختلف، ولكن بيفضل الحاجة الاكبر هو ازاي ممكن واحد يتشجع ويتجرأ ان هو يعمل حاجة زي كده. الاكيد هو ان الشخص ده بيبقى مطمن ان مفيش حد هيعرف بالعملة اللي هو عملها. خلينا هنا نقول حاجة اللي عرفته، ان الطالبة هي اللي اعترفت على نفسها ولحقت الموضوع وبالتالي الامر اتحل. لكن خلينا نفترض سيناريو تاني خالص، هو ان الطالبة ما قالتش حاجة او قالت لأهلها واهلها ما تحركوش، وبالتالي الامور مشيت عادي جدا. دخل مكتب التنسيق لقى الرغبة الاولى كلية علوم والبنت قبلت في كلية علوم وخلاص. كانت الضحية يعني هتكتشف ان هي دخلت كلية علوم وعادي، يمكن ما جاتلهاش الرغبة الاولى ما جاتلهاش الرغبة التانية، ولكن هي رغبة من الرغبات وتعدلت وخلاص. كانتش هتبقى عارفة ان ده بسبب ان في حد عمل لها ده. صح كده ولا لا؟ دي بقى النقطة المهمة، هي ان في حاجات كتيرة بتمر علينا بنعتقد ان هي بسبب قلة توفيق، بنعتقد ان هي ممكن ما تحصلش من اقرب الناس لينا، ولكن في الواقع بتبقى بسبب حاجات مباشرة عملوها الاخرين. احنا بقى وحظنا، يعني هنا البنت الضحية كان حظها حلو ان البنت التانية كان عندها بعض الاخلاقيات وبعض الضمير اللي خلاها تعترف قبل ما الموضوع ما ينفعش ان هو يتلحق. لكن تخيلوا كم واحد يقدر يعمل نفس الكلام ده بنفس الدوافع، ولكن بسبب ان ما بيحصلش متابعة او ما فيش حد بيراقبه او ما فيش حد بيعرف اللي هو عمله، بتمشي الامور واحنا ممكن برضو ما نكونش عارفين ان اللي حصل او المشكلة اللي احنا وقعنا فيها او اي دربكة حصلت في الحياة كانت بسبب فعل مباشر من الاخرين. عشان كده دايما في ناس بترمي المواضيع على حاجات تانية غيبية زي السحر والأعمال وغيرها. الموضوع حتى لو كان السحر والأعمال ليهم أثر، ولكن كل الناس أكدت أن أثرهم محدود. خلينا نركز ونصارح نفسنا التأثيرات المباشرة اللي ممكن يعملها الآخرون اللي تأثر على مستقبلك كله. وليكم في القصة اللي حصلت دي مثال حي تفتكروه دايما بأثر الآخرين المباشر والمضر على حياة ناس كتيرة. لو الحلقة عجبتكم متنساش تعملوا شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعملوا لنا سبسكرايب. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقوا أول واحد يتابعوا الحلقات الجاية. شكرا.